بالنسبة لتوقعاتي لمواليد برج الثور العام 2017، هنلاقي ان برج الثور هو برج العناد والبناء وحب التملك، وبرج ترابي. المولودين تحتيه اللي هو بالفترة من 21 ابريل حتى 21 مايو. هو برج ترابي زي ما قلت، يتوافق اكثر مع الابراج الترابية، مثاله زي العذراء والجدي. بالنسبة لخصائصه، رمزه زي ما قلت الثور، كوكب المؤثر والزهرة او فينوس. عنصر التراب، اهم مميزات انه ثابت فيكسد. اللون المفضل ليه هو الزهري، اللون الزهري. حجارة الحظ ليه الزمرد. رمزه الصيني او البرج الصيني المقابل ليه هو الافعى. تاريخه زي ما قلت من 21 ابريل حتى 21 مايو. بالنسبة لشخصية مواليد برج الثور، هنلاقي انه قوي يمكن الاعتماد عليه ونجده في الواجهة في اي مجال. يحب الاشياء الجميلة والجذابة ويحاول ان يستوحي منها الجميل. اعتداله ووزنته تجعله شخص موثوق ويمكن الاعتماد عليه كثيرا. نقاط القوة لمواليد برج الثور، نلاقي انها يمكن الاعتماد عليه، موسيقي، عملي، صبور، يحب الموسيقى. نقاط الضعف: حب التملك، العناد، المشاغبة. طبعا هذه الصفات لأي برج تنطبق بنسبة يمكن 30 40 50%، وليس كل مواليد هذه الأبراج، لأن هناك العديد من الدلالات الفلكية التي تدخل في حساب الطالع، مثل الهيئة الفلكية، مثل برج الصاد في الأفق ساعة الميلاد، مثل النجوم الثابتة إلى آخره. اللي بيحبوا مواليد برج الثور هنلاقوا أنه يهتم بالحدائق، الطبخ، العمل اليدوي، الموسيقى، الرومانسية، والملابس ذات الجودة العالية. ما يكره هي التغييرات المفاجئة، المضاعفات، انعدام الأمن، واي حاجه يعني يمكن دي حاجه نادره، اللي هي البوليست، بيسموه البوليستون، او اللي هي الالياف الصناعيه. هو دايما بيحب الحاجات الاصليه، الكتان، القطن الى اخره، لكن ما يحب الحاجات الصناعيه اللي ممكن تعمل له حساسيه الى اخره. دي اكتر اللي بيكرهوا مواليد برج الثور. بالنسبه لتوقعات المواليد برج الثور خلال عام 2017، سيشعر مولود برج الثور أنه مفعم بالطاقة والحيوية لعمل جديد على جميع الأصعدة، ولكنه للأسف لن يستطيع أن يوظف هذه الطاقة الجبارة، أنا بقول الجبارة، في تحقيق التوازن في حياته الشخصية والعملية والمادية إلى آخره. برج الثور في الحب والعاطفة والعلاقات الشخصية، إذا كان يبحث مولود برج الثور عن الحب أيا كان العمل الجديد، يعني واحد مش متجوز، واحد لسه بيدور على علاقة جديدة حتى لو صداقة، فالعام 2017 هو العام المثالي لمولود برج الثور من أجل إيجاد هذا الحب والصداقة الجديدة. سيلتقي بأشخاص جدد. بالنسبة لتوقعات المولود برج الثور في العمل والمهنة، حياته المهنية للأسف على عكس العاطفة والحياة الشخصية هتبقى معقدة بعض الشيء خلال عام 2017. عليه أن يسدي النصح ويصحح أخطاء رؤسائه بتهذيب. هنلاقي أن كثير من مواليد برج الثور المرؤوسين هيحاولوا أن هم يصححوا، أو هنلاقي رؤسائهم هيقعوا في الكثير من الأخطاء، فهتلاقي برج الثور دايركت يقول له ممكن بطريقة مباشرة ممكن يصحح. لا، عليه أن يكون يعني أكثر تهذيبا ويكون رومانسي وعنده مرونة في التعامل ودبلوماسية في تصحيح أخطاء رؤسائه أيا كان مجالات العمل. بالنسبة لتوقعاتي ليه في المال، هو طبعا هو يعني القائد، الليدر. مواليد برج الثور هم دايما قياديين في الاقتصاد والادخار والمال إلى آخره، ولكن عليه أن يدخر المزيد من المال خلال عام 2017 ولا ينفق الكثير على الأشياء التافهة. بالنسبة للتوقعات دي في الصحة، عليه اتباع النظام الغذائي جيد من أجل صحة أفضل. عليه أن يستعد للجديد بالمزيد من الطاقة المتجددة. توقعات الشهرية لمواليد برج الثور خلال عام 2017، هنلاقي أن مواليد برج الثور خلال شهر يناير هيكون شهر حافل على الصعيد المهني. عليه ألا يهمل آلام الساق خلال هذا الشهر تحديدا. توقعات المواليد برج الثور خلال شهر فبراير، عليه التفاهم مع شريك حياته الذي قد يكون متمردا. هنلاقي ان شهر فبراير مولود برج الثور، اي شريك مولود برج الثور ايا كان راجل ولا ست، هنلاقي ان هو هيكون متمرد خلال هذا الشهر تحديدا، فله ان يكون اكثر دبلوماسيه ومرونه في التعامل معه. شهر مارس هنلاقي ان الكواكب والافلاك تؤثر على حياته العاطفيه. شهر ابريل هناك سوء تفاهم في علاقاته وتوافقاته مع الاخرين. شهر مايو هو شهر الرخاء والوفرة، عليه بفقدان المزيد من الوزن. شهر يونيو زيادة في النفقات ومحاولات لفهم شريك حياته وحبيبه.
شهر يوليو هو تباطؤ على الجبهة المهنية، تتحسن صحته. شهر أغسطس قد يحصل طلاق أو فراق هذا الشهر لمواليد برج الثور بسبب تراجع كوكب عطارد. عطارد هو كوكب الاتصال والذكاء والمعارف والاتصالات، كوميونيكيشن، أي اتصال ما بين الزوج وزوجته أو الشريك وشريكته أو الصديق وصديقته إلى آخره يحكمه كوكب عطارد. هذا الشهر تحديدا اللي هو أغسطس هنلاقي ان كوكب عطارد متراجع، جميع الكواكب ما عدا الشمس والقمر، طبعا الشمس نجم والقمر تابع للارض، الاثنين دول تحديدا لا يتراجعون، لكن جميع الافلاك الزهره اللي هي فينوس، مارس، المريخ، المشتري، زحل الى اخره، جميع الكواكب لها فترات تراجع وفترات استقامه. هذا الشهر تحديدا سيتراجع كوكب عطارد، وبالتالي يؤثر على اتصالات مواليد برج الثور تحديدا، وبالتالي فان يعني دي اتصالات فلكيه تحديد برج الثور، وبالتالي بنسبة 50% مش هقول 100% قد يحصل طلاق أو فراق لأغلب مواليد برج الثور. بالنسبة لشهر سبتمبر هنلاقي مولود برج الثور خلال هذا الشهر تحديدا هيكون وسيط في ما بين في العائلة أو الأصدقاء، هيكون وسيط ما بين طرفين في سوء تفاهم بينهم. عليه أن يتبع نظام غذائي جيد سيساعده في التغلب على الإجهاد والتوتر. بالنسبة لتوقعات شهر أكتوبر، التفكير في القرارات المالية. شهر نوفمبر هناك مشاكل عالية